السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. في بداية الفيديو ده حضراتكم بتقدم بكل الشكر للمشتركين الجدد في القناة. تحية ليهم مع كل الشكر. حديثنا النهاردة يا اخوانا عن نهضة اي مجتمع او ازدهار اي مجتمع. نهضة اي مجتمع يا اخوانا ببساطة كده والكلام مباشر هي تعتمد على الإنسان نفسه. العنصر البشري حضراتكم هو أساس التنمية، هو أساس الحضارة، هو أساس نهوض أي مجتمع. بمعنى سلوك الإنسان. وعشان يهيئ الإنسان لبناء مجتمعه لابد من الحصول على تعليم جيد ممتاز، تعليم حقيقي، واهتمام كمان بصحته. أهم شيء للإنسان صحة جيدة وتعليم جيد. يبتدي الإنسان يبدأ. المناخ العام اللي بيعيش فيه الإنسان لازم يكون مناخ صحي، مناخ به أمل وبه روح. ساعتها يبتدي الإنسان يفكر بشكل إيجابي، يبتدي ينهض أي مجتمع حتى لو كان فيه عثرات. لذلك من يقومون على أعمال الناس أو يهتمون بإدارة البلاد لابد أن يحطوا في نظرهم في المقام الأول إزاي يبنوا إنسان سليم، إنسان يكون داعم لمجتمعه، إنسان يقدر يحقق طفرة في بلده. وزي ما قلنا إن التعليم والصحة هما ركيزتين أساسيتين لبناء إنسان حقيقي يساهم بالتالي في بناء المجتمع. مش معقولة يعني على سبيل المثال كده في مثل حضرني بيقول اللي يشوف البيت وتزويجه بيشوف من جوه نشفان ريقه. يعني المناظر البراقة والحاجات الجميلة والعمارات الشاهقة والمدن الجديدة بتتعمل في الدول المتقدمة، بس قبلها بيكونوا عدة مراحل، يكون حصل تطور طبيعي للوصول للمرحلة دي. لكن مش معقول انك انت تبني لي قصر وانا مش قادر اوفر رغيف العيش. مش معقولة انك انت تعمل لي منتزه وانا روح الحياة مقتولة جوايا او معدومة. البناء الحقيقي يا اخواننا لبناء اي مجتمع هو الانسان نفسه. عندما تهيأ الظروف المناسبة والمناخ الجيد للانسان اي مجتمع هينهض ويتقدم ببساطة كده، مش محتاجة لا فلسفة ولا كلام كتير. الإنسان هو مهد الحضارة. الإنسان الذي يحصل على تعليم جيد وعلاج جيد، صحة جيدة وتعليم جيد، إذن هينهض بمجتمعه. كل الشكر إخواننا مرة أخرى للمشتركين الجدد في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.